نزيف الحمل مش دايما بسيط، في حالات كتير السبب بيكون المشيمة. المشيمة هي اللي بتغذي الطفل وبتحافظ على حياته، واي خلل فيها ممكن يهدد الام والطفل. في نوعين من اخطر مشاكل المشيمة، ولازم كل ست حامل تكون فاهمهم كويس. المشيمة المتقدمة ممكن تنزل تحت في الرحم، وممكن تغطي عنق الرحم جزئيا او كليا، وده احيانا بيسبب نزيف مفاجئ، وغالبا في الحالة دي مش بيكون في ولادة طبيعية. واكثر عرض بيظهر ان يكون في نزيف مهبلي من غير الم، خصوصا في نص الحمل الثاني. النوع الثاني والاخطر فعلا هو المشيمه المستصغره. هنا المشكله الاكبر، المشيمه بتلزق في جدار الرحم بشكل غير طبيعي. ممكن احيانا تكون ملتصقه بلصاق سطحي، وممكن احيانا تكون داخله في عضله الرحم، واحيانا تانية بتكون خارقه للجدار كله. اكتر سبب للحالتين هو القيصريات المتكرره السابقه وجراحات الرحم السابقه. الخطر الحقيقي هنا في الحالتين هو نزيف شديد وقت الولاده واحيانا بعد الولاده، ومن غير تشخيص بدري وخطه واضحه للعلاج حياه الام نفسها في بعض الاحيان بتكون في خطر. التشخيص بيعتمد على السونار، واحيانا بنعمل رنين مغناطيسي. العلاج دايما بيبقى بخطه مسبقه ومتابعه دقيقه، وغالبا الولاده القيصريه بتتعمل في وقت محسوب. وخليكي فاكره ان اي نزيف اثناء الحمل حتى لو بسيط ما يتسكتش عليه. المتابعه المنتظمه والسونار في وقته هم الامان الحقيقي ليكي وللبيبي.